عندي حاجة كده سريعة عايزة أقولها تعليق. النهاردة كده كنت في مكان بغض النظر كان فين، وكان قدامي أم ومعاها بنتين، سنهم تقريبا ما بين 12 13 14 سنة. دخلت أم تانية معاها بنت صغيرة. آه، طبعا الجو حر جدا، فالبنت صغيرة عايزة تقعد والأماكن كانت محدودة. فالأم شاكرة طبعا سابت بنتها تقعد وفضلت واقفة. الأم التانية اللي معاها بنتين كبار، التلاتة قاعدين على كراسي في نفس الصف. أنا استوقفني حاجة بسيطة قوي، إنه استرجعت كده فكرة إن إحنا اتربينا على إنه لما يدخل أي حد أكبر منا بنقوم له عشان هو يقعد. الغريب بقى في الأمر اللي استوقفني إنه الأم فضلت شايفة الست واقفة، مع انهم يعتبروا في نفس السن، يعني مش واحده مثلا عجوزه اكتر من التانية. وفضلت سايبه بناتها قاعدين برضو. فلو البنات مش واخدين بالهم، طب الام تاخد بالها. في نفس ذات الوقت بنلاقي انه نفس ذات الناس بيقولوا، بيقعدوا يقولوا الناس جرالها ايه ومفيش اخلاق ومفيش ذوق ومفيش حاجة خالص في اي حاجة، وان الولاد ما بقوش متربيين. وده اللي انا بقى استوقفني برضو، وحبيت اطلع كده بفيديو سريع عشان اقوله انه يا جماعة ما نبص لنفسنا الاول. يعني بص لنفسك الاول، انت بتعمل ايه؟ انت بتتكلم ازاي؟ انت بتتعامل مع ناس ازاي؟ يعني انا طول عمري من وانا صغيرة معروف مامتي معلمانا انه اول ما حد كبير يدخل مفيش اماكن يتقعد فيها، لازم انا اقوم وقعد الراجل او الست. يعني هي خلاص احنا اتربينا على ده وكبرنا بيه. فانا مش عارفه يا جماعه والله يقولوا لي هو انا اللي غريبه ولا هو الزمن اللي بقى غريب. يعني bottom line، يعني I hope بجد ان الناس تاخد بالها انه ولادنا لو احنا ما فهمن ثانيه واحده ما فهمنهمش، ما علينا، يعني انتوا فاهمين عايزه اقول ايه. آه، ايه الصح من الغلط وايه الذوق واللي المفروض يتعمل. عمرهم ما هيفهموه، والموضوع هيبقى متوارث. فما نجيش بقى نقول احنا ولادنا مش متربيين او ولاد غيرنا مش متربيين والمفروض يعملوا ويخلوا ويسووا. لا حضرتك او حضرتك ابتدي من نفسك ومن ولادك الاول. آه، عشان الولاد عاملين زي السبونج، هم هياخدوا كل حاجة منك. معاملتك مع الكبار، معاملتك مع الصغيرين، تكلمي ازاي، بتقولي ايه، كله كله كله. يعني يعني ربنا يهدي الجميع. و... والله ما في احلى من ادب زمان واخلاق زمان بجد.